وتعالى في القرآن الكريم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إنها قصة عجيبة وحادثة غريبة، فهي قصة امرأة رفضت جثتها دخول القبر. جاء لي أناس لتجهيز أمهم لدفنها، وكان حضورها حضورا لا يليق بالميت، فقد أحضروها في سيارة مكشوفة في وقت الظهر في شمس محرقة، ولم يتمسك أحد بجثة المرأة. وعندما أحضروا جثتها لم نلاحظ عليها أي تغيير، فدخل المغسلات لتجهيزها، ثم خرجت إحدى المغسلات وقالت: أين أبناء تلك المرأة؟ أين إخوانها؟ أين من يريد أن يستسمح منها ويودعها قبل أن نكفنها؟ فدخل الأبناء والأخوات ثم خرجوا وهم يشملونها وأدخلوها إلى المسجد، ثم قاموا بالصلاة على هذه المرأة وأتوا بها إلى المقبرة. فنزل إلى هذه الحفرة ابنها وإخوانها، وظل الشيخ على فتحة القبر ليحمل الجثة إلى أبنائها وإخوانها داخل القبر ليلحدوها. لكن حدث هنا شيء عظيم، وهو أن أكثر من 20 رجلا لا يستطيعون حمل هذه السيدة ولا تحريك جثتها من مكانها. فقال الشيخ: بدأت أرجلي تنتفض، ابنها الكبير كان في داخل القبر. أول ما رأى المنظر كان لا يقدر أن يمسك نفسه من البكاء والصراخ. فقال أحد الإخوة: يا شيخ، ما الذي يؤخر الجنازة؟ والشيخ في ذهول: ماذا يقول؟ فقال الشيخ: هناك عائق تحت الكفن وسنتخلص منه إن شاء الله. فقال أحد الإخوة: اقرأ يا شيخ. فقال: ماذا أقرأ؟ الميت لا ينتفع بالقراءة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فقال الرجل: يا شيخ، لا نريد أن نقرأ على الميت، ولكن نريد أن نقرأ ما تيسر من القرآن. فقرأ الشيخ القرآن حتى بدأت أرجلها ترتفع من الخلف، وبدأت تنزل إلى داخل القبر. فحمد الشيخ الله تعالى أنها تنزل إلى القبر، حتى شاهد رجليها في يد أخيها. فقال ابنها: يا شيخ، استر أمي يسترك الله. ثم توقف الشيخ عن القراءة، فإذا هي تسقط من أيديهم سقطة على الأرض لو سقطها الحي لمات. سقطت الأم داخل القبر، فنزل الشيخ مسرعا إليهم وهو يقول: لماذا أوقعتموها؟ فقالوا: والله إنها ثقلت وما استطعنا حملها فوقعت، فقد ثقلت علينا. فسحبها الشيخ والأبناء والأخوات إلى المكان المخصص لتلحيدها، فوجدوا مكانها حفرة، فإذا هي كانت وقعة شديدة. فقال الابن: يا شيخ، أريد أن أكشف عن وجهها لأقبلها وأودعها. فقال الشيخ: انتظر حتى نخرج من القبر، فنحن لسنا بمحارم. خرج الشيخ من القبر، فإذا بهذا الشاب يصيح صيحة داخل هذا القبر أرعبت كل من كان خارج القبر. يصرخ الشاب صرخة، فإذا الشيخ ينزل مسرعا إلى القبر ويخرج هذا الشاب. ثم بدأ في دفن هذه المرأة، ثم شاهد هذا الابن يتسحب من بين الحضور يريد أن يهرب، فذهب إليه الشيخ مسرعا وقال له: ما الذي جعلك تصرخ داخل القبر؟ قال: لا أستطيع أن أتكلم، أرجوك يا شيخ دعني، لا أستطيع أن أتكلم. فتجمع الناس، والابن خائف ويتبرأ من أمه وهو الشاهد عليها يوم القيامة، فيقول: إن المرأة التي دفناها ليست أمي. وأخذ يرددها: ليست أمي، ليست أمي. فقال الشيخ: كيف ذلك؟ فقال: يا شيخ، عندما دعتنا المغسلة لنودعها دخلنا وشاهدناها، وعندما طلبت منك أن أكشف عن وجه أمي لأتأكد من شيء في نفسي. فقال الشيخ: ماذا؟ فقال الابن: يا شيخ، إنني أعرف والدتي، إنها بيضاء البشرة. فقال الشيخ: ما الفرق؟ فقال الابن: عندما كشفت عن وجه أمي تحول وجهها إلى سواد شديد من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن الأذن اليمنى إلى اليسرى، فصرخت ولم يختلف لون باقي جسدها. ومشى الابن. وبعد فترة التقى الشيخ بالابن، فقال الابن: يا شيخ، لقد اعتمرت يا شيخ، قمت بالحج عن أمي واعتمرت لها، وقمت ببناء مسجد لها،
ووضعت ثلاجات ماء في الكثير من الأماكن لكي أنسى هذا الوجه الذي رأيته ولم أستطع. إنما أقول لك الآن يا شيخ، السبب في ذلك كانت أمي لا تصلي، وأنا من ذلك الوقت وأنا ملتزم بالصلاة، فاللهم أحسن خاتمتنا وأحسن أعمالنا، واجعلنا ممن يحافظون على الصلاة ويكونون عليها دائمين محافظين، وتقبلها منا يا رب العالمين وسائر أعمالنا أجمعين. فاللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفنا مسلمين تائبين، وكلنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. ربي، عبدك قد ضاقت به الأسباب وأغلقت دونه الأبواب، وأنت المرجو سبحانك لكشف هذا المصاب. يا من إذا دعي أجاب، يا رب الأرباب، رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري وتاه فكري وتحيرت في أمري. فاللهم ارحم تضرعنا بين يديك، وقومنا إذا اعوججنا، وثبتنا إذا استقمنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم افتح لدعواتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم لا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحون، ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين يا رب العالمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.